يلا بينا نعمل اللوك الجلوي ده الناعم. بحس اللوك ده المفضل عند البنات، يعني حرفيا مفيش بنت ما بتحبش اللوكات الهاديه السيمبل. تحفه تحفه تحفه. بصوا كله الوش كله بيلمع بيرفكت بجد. اللوك ده بيرفكت. يلا بينا نعمله مع بعض. هستخدم النهارده فاونديشن جوسي بيوتي، دي درجه 4. الدرجه دي حلوه قوي، واللي هيدي المنظر النهائي الجلوي قوي التحفه ده المنتج ده من بلقيس. ابهرتيني يا بلقيس في الليكويد هايلايت ده. خفيف قوي وليكويد قوي، مش اللي هو تقيل او الكفر بتاعه تقيل او في التوزيع تقيل، لا يعني كانه بالظبط كده كريم، ولكن اللمعه فيه قويه بشكل خيالي. فبجد تحفه تحفه تحفه. طبعا اي منتجات ليكويد بنستخدمها لازم نرجها كويس جدا قبل الاستخدام. اوكي. فاونديشن جوسي بيوتي الكفر بتاعه تقيل زي ما انتم شايفين، حتى مش متحرك من مكانه. فهاخد كده كميه كويسه مع مرطب الوش بتاعي. تقدروا انتوا تستخدموا المرطب الخاص بيكم، يعني سيرافي هيبقى حلو، اي مرطب بس كميه صغيره مش كبيره، يعني هي هنا مفيش اصلا، ده ممسوح فاهمين. ناخد بقى ايه كميه حلوه كده من الليكويد هايلايت. تمام، ونشوف النتيجه مع بعض. هل انتوا مستعدين تشوفوا النتيجه؟ واو. ده طبعا البنات اللي عايزه تعمل يا جماعه منظر جلوي فيه لمعه قوي. تمام. طب لا انا عايزه ايفا اللمعه اقل من كده، استخدم كميه هايلايت اقل من كده. طب انا مش عايزه معاه مرطب، عادي جدا تقدري تستخدميه بدون مرطب، تستخدمي بس فاونديشن والليكويد هايلايت. اوكي، بس انا المرطب علشان اخفف من الكفر عموما، ومش عايزاه يبقى تقيل، يعني عايزاه بس عشان فاونديشن جوسي بيوتي الكفر بتاعه تقيل، فانا عايزه حاجه ضفت المرطب عشان يخفف الكفر قوي. يا لهوي، شايفين يا جماعه؟ شايفين انتوا ولا مش شايفين؟ لمعه الوش مش طبيعيه. لما الوش يكمل كده هنروح في حته تاني. هستخدم الكونسيلر ده اوكي من اني كلاين، مش عارفه بنطق اسمه صح ولا غلط، بس انا هستخدمه كاضاءه مع الكونسيلر ده من جوسي بيوتي عشان الدرجه دي تبقى غامقه شويه، فالتاني هيظبط الاداء خالص. وطبعا يا جماعه الكونسيلرات دي بديل حلو قوي. الناس اللي بتسالني على بدايل لوريال وكده، الكفر بتاعهم حلو قوي زي ما انتم شايفين. يعني بصوا بصوا الكفر حلو قوي. الكفر ممتاز. تصدقوا يا جماعه ان المونيكير الاحمر اخدت فتره من حياتي ما كنتش بحبه قوي، يعني كنت بحسه كده اوفر وكده اوكي ولكن مؤخرا بقيت احسه كده انثوي قوي وشيك. مش عارفه انتوا يعني زي. هستخدم القلم ده من روبي روز، هو فيه كونسيلر وكونتور. اوكي، هحط كده ايه حاجه بسيطه عشان زي ما قلنا احنا عايزين اللوك ده يبقى ناعم قوي، مش بقى كونتور وتحديد اوفر للوش لا، عايزه حاجه ناعمه جدا. وطبعا انتوا عارفين اصلا انا يعني بالنسبه للكونتور بقى واللوكات التقيله الحاده الواضحه دي انا مظبطاكوا فيها، لكن اللوكات دي يعني بعملها بس مش كتير. هثبت باللوز باودر مش الوش كله، اهم حاجه تحت العين والخطوط. هخلط ما بين اللوز باودر دي من شي جلام واللوز باودر دي من روبي روز، عشان هي دي اللي هو زي البنانا لونها اصفر شويه، ودي شفافه بس ابيض شويه. ف هخلط ما بينهم حاجه بسيطه كده. هتاكد ان مفيش ده العادي. اوكي، هتاكد ان الخطوط مش داخل فيها الكونسيلر قبل ما اثبت. هستخدم عكس الحواجب ده من شمس جوسي بيوتي بكل هدوء
وعد 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 هحاول احط لكم لينكات كل منتج استخدمته تحت في الكومنتات. وسوري على الفيديوهات اللي بنسى احط فيها تحت لينكات وانتوا يعني تتحسبوا عليا وبيبقى ناقص انتوا تشتموني، سوري. الفرشه دي بقى من شمس تاني، شمس ستور او شمس ستور نور. برضو الفرشه دي تحفه. احنا اصلا اللوك ده عايزينه ناعم كده وجلوسي قوي، فبرضو هنستخدم نفس الفكره مع الحواجب. مش حاده خالص، هعتمد اعتماد كلي على الواكس الحواجب، ان انا ابقى بس مثبتاها في شكل حلو وبس. هرسم من الاخر كام شعرايه. علامه شيجلام دي يا جماعه، يعني لو حد مش عاجباه او عايز يتعارك مع شيجلام يجي لي انا يعني يشد معايا انا، عشان مش هسمح. ليه بقى؟ لان انا جربت حاجات تاني هاي اند، القلم ب 800 وب 900 وب 1000، كانت نفس الرفع نفس الثبات نفس كل حاجه، صدقوني بدون اي افوره. عشان كده انا بقول لكم الاقلامه دي هاتوها على ضمانتي. اوكي ماشي، في ناس بتقول مشكلتها ان هي بتخلص بسرعه وكده. طب اوكي يا جماعه، ما يعني عادي برضو باقي البراندات اخرها طولها حاجه بسيطه، يعني انا مش عايزه افضل اطلعه كله، بس هو يعني هو كده اوكي، ده طبيعي، مش بيبقى اكتر من كده اصلا. حتى الناحيه الفلوماستر رفيعه وحلوه جدا ودرجاته حلوه جدا. فالقلم ده انا كايفا من اكتر. بصوا يا جماعه، انا الباقي في الدرج، بس انا جايبه 4 أو 5 مش فاكره بالظبط، ومش ما جبتهمش مره واحده، انا بعد ما عجبني وخلص واحد طلبت الباقي، فاهمين؟ فبجد ده انا برشحه لكم وبقوه، من احلى قلامه الحواجب، حتى هتلاقوني بستخدمه في فيديوهات كتير. هبتدي بس ايه ارسم كده في النهايه عشان املى شويه الفراغات يعني، ولكن مش بشكل اوفر. دايما في رسم الحواجب اخلي بالي ان ايدي تبقى خفيفه جدا، ماشي؟ عشان اوكي ماشي، اي غلطه بتتصلح ما فيش مشكله، انا مش ضد ده، ولكن عشان ما يبقاش الغلطات كتير فتعكي جامد في التصليح. اوكي بصوا الجماعه، عايزه اقول لكم يا جماعه هي بسبب الاضاءه باينه ان هي فاتحه، لكن هي بصوا لونها يعني كده في الطبيعه كده. نضفت تحت الحواجب، هثبت فوق العين بحاجه بسيطه قوي من الكونسيلر ده. اوكي حاجه بسيطه جدا يعني، عشان انا اصلا عايزه الكفر يبقى ولا حاجه. اوكي عايزه اقول لكم ما دخلتش خالص في الخطوط، فهيبقى اختيار ممتاز للميك اب ارتست المبتدئين، لان سعره طبعا حلو جدا. اوكي بس انا اللي لافت نظري لغايه دلوقتي قوي وعاجبني قوي الكفر بتاعه. الكفر بتاعي بصوا النقطه ازاي بتتوزع حلو وتغطيه حلوه جدا. هثبت كده يعني باللوز باودر دي كده يعني ايه بشكل خفيف قوي. دلوقتي اللحظه الحاسمه في العين، الاي شادو او الهايلايت الشمري ده من بلقيس. بصراحه عامله كده الشغل الجديد، عامله فيه عظمه بصراحه، فانا محتاره احط انهي درجه، بس هختار الدرجه دي. اوكي بصوا عايزه اوريكم بس، بصوا كده اوه ما هذا الابهار الخطير ده بجد بقى، واو بجد واو. كأنه ميه بجد، يعني تحفه بجد تحفه. هاخد منه بشكل ناعم جدا. عايزاكم تلاحظوا ان انا حرفيا مش حاطه اي جلو للجليتر او الشمر، يعني فاهمين؟ لان هو مش جليتر هو، لا بصوا ناعم جدا. اي شادو شمري مطحون تحت الحاجب بقى برضو. بصوا واو. هاخد الدرجه دي كده واشتغل بيها حاجه بسيطه. طبعا تقدروا تستخدموا درجه مختلفه او باليت مختلفه عادي جدا.
زي ما انتم شايفين زودت شكل يعني بشكل ناعم جدا اللون الغامق. ادى سحبه حلوه للعين، وفي نفس الوقت مفيش حاجه يعني برضو اللي طاغي الجلوي بتاع الاي شادو. الدرجه دي عجبتني قوي قوي قوي، تحفه بجد. لمسه بس تاني. أوه 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 أوه. يا جماعه يا جماعه، واو. نطلع هنا بقى كده عشان يدي سحب كده. لا واو، عايزه اقول لكم كله ده يعني لمعه الوش دي انا لسه حاطه اي هايلايت، كله ده من ده بس اللي خلطته مع الفاونديشن بجد واو. هستخدم البرونزر ده من جوسي بيوتي من شمس برضو. هحط بس ايه حاجه بسيطه قوي قوي يعني، عشان زي ما بقول لكم هو لوك ناعم، فهعتمد اكتر على البلاشر. البلاشر اللي هستخدمه من اوفرا، درجه برضو ناعمه جدا. شو كده واو. حد يقول لي ايه المنظر ده، محتاج حد يقول لي، كنت لسه حاطه هايلايت. هستخدم الرموش دي من سوما والجلو برضو من سوما. مفيش انسب من اللوك الجلوي الناعم التحفه ده اللي انا شخصيا بحبه جدا ان انا اجرب معاه الليبستيك ده من شي جلام. انا كالعاده بحب اجيب افتح درجه، ما تسالونيش ليه يا جماعه. اوكي حدد شفايفي بالقلم ده من جوسي بيوتي. اوكي والقلم البني ده برضو هرسم يعني عشان يبقى خليط ما بين درجات كده. تحفة. تحفة. اوه تحفة بجد. ازاي اللوك ده عاجبني كده يا جماعة، حبيت قوي. اللوكات الجلوي كده دي تدي حيوية كده للوش بشكل مش طبيعي بجد. بصوا كمان فوق العين. قولوا لي ايه رايكم في اللوك كله، حبيتوه ولا بتحبوا لوكات العيون الاتقل من كده؟ انا كايفا بحب اعمل الاتنين عشان يبقى فيه تنوع ويبقى فيه رسم كده مختلف، فقولوا لي انتوا حبيتوا انهي اكتر.